إن شاء الله حنا كملنا هذوك 6 نقاش وصاوبنا هادو الغدايات يعني، ولكن راهم بنفس الطريقه اللي صاوبنا بهم الغطاء ديال الخلايا. هذه الغدايه كما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديالها، هذا هو الشكل ديالها، وغادي تجي فوق الخليه بهذا الشكل. هذه هي النويه، وهذه الغدايه غادي تجي فوق منها بهذا الشكل بحال هكا كما كتشاهدوا معايا. يعني عمليه راها جيده جدا. مجموعه الغداء ها هي ثانيه اخرى كما كتشاهدوا معايا، يعني بهذا الشكل. يعني هنا ممكن اننا نديروا العجينه البروتينيه او المحلول السكري او اي شيء. وايضا ان شاء الله سوف اعمل على يعني صنع الغطاء. المهم هذه الغدايه طريقه عملها ايضا سهله، يعني كنصاوبوا نعمل اطار مثل هذا الشكل كما شكل الغطاء. هذا غطاء، هذه الغدايه. ايضا طريقه سهله لكي نلصق عليها يعني نغلق الغدايه. ضروري كما قلت من الغراء نقوم بوضع خط على الاطار بهذا الشكل هكذا، ثم نضع عليه قطعه خشب بهذا الشكل. هي عمل سهله جدا في متناول أي نحال أن يقوم باستطاعته أن يقوم بها. ثم نقوم بدق مسامير، 4 مسامير هكذا، مسمار في كل جانب. فقط للعلم يعني مثل هذه النوايا والصناديق الصغيرة، يعني صناديق ال4 إطارات أو الصناديق الغير مستعملة، من الأفضل عند الانتهاء منها إدخالها إلى مكان مضلل يكون ضليل، وأيضا لا تصله الأمطار، لكي تحافظ عليها إلى الموسم الموالي إن شاء الله، وسوف تعيش معك مدة طويلة. فهناك بعض الخلايا عندي أنا تقريبا عمرها 10 سنوات أو أكثر، يعني خلايا ونوايا يعني تقريبا عمرها 10 سنوات أو أكثر. يعني هي لا تتأذى أبدا، لأن العمل بها يكون في فصل الصيف، ونادرا ما تتساقط الأمطار في فصل الصيف، والعمل بها يكون لوقت وجيز، يعني تعمل بها لمدة 2 أو 3 أشهر، أو على الأغلب يعني نقول 4 أشهر، ثم تنتهي من العمل بها. يجب تنظيفها وإدخالها إلى مكان كما قلت يكون ضليل وبعيد عن الأمطار، يعني غرفة. وبهذه الطريقة سوف تحافظ على معداتك يعني أطول مدة ممكنة. بهذه الطريقة يصبح لنا غداية سهلة جدا. فقط ما يبقى لنا هو وضع ثقب هنا في الوسط، يعني ثقب لإدخال الملكة وثقب لخروج النحل للتغذية. هذه يعني أبسط شيء. بالنسبة إخواني يعني معلومة أردت أن أشاركها معكم. بالنسبة للخلايا التي أربيها، فأنا لم أعد أقدم التغذية على الإطلاق للخلايا. توقفت عن تقديم التغذية بالمرة. التغذية إن شاء الله سوف أستعملها مع هذه النوايا فقط لكي أحفزها على البناء، التغذية السكرية للنوايا. أما الخلايا فأنا قد توقفت عن تغذيتها. سوف تسألون عن السبب، وهناك البعض سوف يقول لا تغذية للنحل دون تغذية. المهم هذا رأيي، وأنا يعني هناك أشياء دفعتني إلى هذا. من بين هذه الأشياء أن الناس أو الزبائن الذين أبيع لهم العسل يسألون دائما نفس السؤال: هل تقدم التغذية للنحل؟ طبيعة الحال لا تستطيع الكذب، لا تستطيع أن تقول أنا لا أقدم التغذية للنحل. أنا أقدم التغذية للنحل،
ولكنك تشرح لهم بأنني أقدم التغذية في فصل الشتاء، يعني في فصل لا تكون فيه يعني النحل لا يجمع فيه العسل وهو بحاجة إلى التغذية المهم تطول القصة، وفي الأخير يعني هم يدندنون برؤوسهم فقط لأنهم لا يصدقون كلامك ويعتبرونك تغش في العسل. ولهذا لكي أتجنب هذه الشبهة بصفة نهائية توقفت عن تقديم التغذية لخلايا النحل. وفقط يعني أنا سوف أقدمها لهذه النوايا فقط، يعني النوايا ضروري من تقديم التغذية لخلايا النحل. هذه يعني من بين المسائل التي أردت أن أقول لكم. وأيضا بعد توقفي عن تقديم التغذية لخلايا النحل أصبحت الخلايا شرسة، يعني بشكل لا أعلم، المهم أصبحت شرسة جدا، أكثر من الأول. يعني في الأول كانت يعني نسبيا. المهم بعد توقف عن تقديم التغذية أصبحت الخلايا شرسة. لهذا إن شاء الله إذا قدمت لكم فيديوهات سوف ترون إن شاء الله مدى شراستها، ولكن في النهاية النتيجة هي أنني أقدم منتوج دون أن أضطر للكذب. هو ليس كذب، يعني هو يعني يجب أن تشرح للزبون والزبون لا يتفهم. يعني المربي يفهم، أي مربي يشاهد هذا الفيديو يعني يفهم كلامي، يعني فقط إذا يعني يفهم المعنى ويفهم الكلام. أما المستهلك فهو لا يفهم. المستهلك ما يعرفه هو التغذية هو غش. لهذا لتجنب هذه المسألة أنا توقفت عن هذه المسألة. هذا رأيي الشخصي، ولكل يعني مربي حرية اختيار تقديم تغذية أو عدم تقديم التغذية. المهم أن تقديم التغذية تخلق فرق في التربية، ولكنها يعني تشكل عائق أو مشكل بين المربي والمستهلك.